السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى عبدو، ووردبريس ديفلوبر. هشرح لكم النهاردة لو انتم ما عندكمش استضافة تحطوا عليها الموقع بتاعكم، او مثلا حد بيتعلم ومحتاج استضافة يعمل ايه لو هو مثلا مش هيقدر يجيب استضافة حاليا عشان هو بيتعلم، او مثلا لو انت عندك موقع المفروض تعمله للعميل بس مش عايز تشتغل على موقع العميل مرة واحدة من أول مرة، وتبدأ تعمل الشغل بتاعك على الكمبيوتر وبعد كده تبدأ تاخد نسخة وترفعها عند العميل. الحل هنا ان احنا هنروح على موقع localwp.com. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ده برنامج بيخليك كأن الكمبيوتر بتاعك ده هوست، فتقدر ان انت تعمل الموقع بتاعك على الووردبريس عليه كأنك عندك استضافة بالظبط. بس طبعا يعني الموقع مش هيكون زي ما عندك استضافة، مش هيتنشر زي ما يكون عندك استضافة ودومين او كده، لكن في اوبشن بعد كده لما تعمل الموقع بتاعك ان انت تقدر تشاركه مع حد ويشوفه ويقول لك مثلا ايه التعديلات عليه قبل مثلا ما ترفع النسخة بتاعتك. دلوقتي هنروح على localwp.com وهنضغط داونلود فور فري. بعد ما تضغط داونلود، انا مش هضغط داونلود عشان انا منزلاه اوريدي. بعد ما تضغط داونلود هيجيلك الصفحة دي بالظبط. تابعونا في الخطوات عشان نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنضغط create new site، وبعد كده هنضغط continue. بعد كده هنبدأ نعمل الموقع بتاعنا. مثلا test. اوكي، بعد كده هنضغط continue. اوكي، ده عشان مثلا احنا عاملين واحد قبله تيست. اوكي، طيب هنبدأ نعمل مثلا هنعمل تيست 2. اوكي، نشوف continue. تمام، continue. هنحط الووردبريس يوزر نيم والباسورد بتاعنا، ولازم نحفظهم في مكان عشان يعني حاجتين. اول حاجة لما نيجي ندخل على الموقع ده بعد ما يتكريت لازم هنستخدم اليوزر نيم والباسورد دول. تاني حاجة لما تيجي تعمل يعني غالبا لما تيجي تعمل نسخة للموقع بتاعك عشان ترفعه مثلا على موقع العميل او عشان ترفعه على استضافة بقى خلاص، هتحتاج تحط الووردبريس يوزر نيم ده والباسورد ده. اوكي، فهنعملهم ونحفظهم في مكان عشان ما ننساهمش. اوكي، وهنضغط add site. كده هو بيكريت لينا نسخة جديدة نقدر نعمل عليها الموقع بتاعنا، نسخة جديدة من الووردبريس. اوكي، يس. تمام، المفروض ان هو كده بيعمل لنا نسخة للووردبريس بتاعنا عشان نقدر نشتغل من عليها. هتقدر تعمل عليها كل حاجة وبعد كده بقى تبدأ تنقل الموقع بتاعك على المكان اللي انت عايز تنقله. ولو انت حد بيتعلم كمان ده هيفيدك جدا. لو ما عندكش امكانية او قدرة ان انت تجيب استضافة حاليا فتقدر تتعلم عليه وهيكفي بالغرض مبدئيا يعني. دلوقتي لو عايزين نفتح الموقع بتاعنا هنضغط open site. اوكي، ده كده الموقع بتاعنا اللي هو المفروض ايه عمله. تمام، دلوقتي احنا عايزين ندخل على الادمن. نعمل ايه؟ هنيجي هنا نضغط wp admin. اوكي، آه دي ده المكان اللي انت المفروض هندخل من عليه على الموقع، على الداشبورد بتاعتنا بتاعت الادمن. طيب المكان ده يعني هنكتب ايه هنا؟ اليوزر نيم والباسورد اللي احنا قلنا عليهم، اللي احنا كتبناهم في الاول. اوكي،
اللي قلنا لازم نحتفظ بيهم. هو شكله اصلا ما احتفظش بيهم، بس يعني الحمد لله انا حافظاه اعتقد. تمام. بعد كده هنضغط لوجن. تمام كده بقى عندنا نسخة كلين من الووردبريس، ما فيهاش اي حاجة. دلوقتي احنا كده في الداشبورد، نسخة فاضية تماما نقدر نعمل عليها كل اللي احنا عايزينه. نبدأ نعمل موقع من جديد، نبدأ نعمل موقع العميل او نبدأ نتعلم عليها. كده تمام جدا. تابعونا الفيديو الجاي هنبدأ نشرح الداشبورد بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.